بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله باذن الله هنعمل معاكم الجلاش باللحمه المفرومه على طريقه امهاتنا زمان بتركه. هتخليه مورق معاكي جدا جدا، وهيبقى عامل زي الفطير الشرقي بالظبط. يلا كملي معايا الفيديو للاخر. اول حاجه عندنا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، وعندنا هنا فلفل الوان وممكن فلفل اخضر بس، وعندنا هي بصلايه متقطعه ناعم، وعندنا لفه جلاش نص كيلو. يلا نسمي الله ونبدأ الطريقة. واذكري الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أول حاجة عندنا هنا طاسة على النار، هنحط فيها شوية زيت. تمام، عشان أنا مش هحط سمنة ولا زبدة لأن اللحمة بتاعتي سمينة شوية، فمش هديها دهون أكتر. تمام اهوت. أول ما الزيت يسخن نحط فيه النص كيلو اللحمة المفرومة. ابتدي أشوحها واديها لون كده زي ما انتوا شايفين. اول ما تاخد لون هقلبها كويس اهوت. اخدت اللون ده معانا، هحط عليها بقى البصلة اللي احنا مخرطينها ناعم، واحط عليها الفلفل الالوان. تمام، لو حطيت البصلة قبل اللحمة ما تتشوح بالطريقة دي وتاخد لون، البصلة هيبقى طعمها زي المسلوقة بالظبط، انما كده هتتحمر. تمام، لان اللحمة نزلت الدهون اللي فيها وهي هتتحمر في الدهون دي، البصلة والفلفل الاخضر اللي احنا حاطينه. تمام، انا قلتلك ممكن تحطي فلفل اخضر بس، ولو عندك الوان حطي. عندنا هنا معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة 7 بهارات. تمام، وممكن تستغنى عن السبع بهارات، بس اكيد يعني السبع بهارات هتطلع نكهة وريحة جميلة جدا جدا جدا. عندنا هنا طماطماية بشراها، تمام، بتديها لون وطعم جميل زي ما انتوا شايفين. هقلب بقى كده كويس خالص لغاية ما اللحمة تتعصج وتتشرب كل السوائل اللي فيها، وميبقاش فيها اي سوائل خالص. عندنا هنا المادة الدهنية اللي هورق بيها، عندنا هنا 3 معالق سمنة ومعلقتين زبدة، وعندنا هنا لفة جلاش فردتها وغطيتها بالفوط عشان ما تنشفش. هنا اللحمة ما عادش فيها اي سوائل خالص، اهي شربت كل حاجة فيها ونشفت زي ما انتوا شايفين. هطفي عليها. عندنا هنا صينية كنت انا سيحت الزبدة على السمنة، وابتدي بقى ارص الجلاش زي ما انتوا شايفين، وادهن بين طبقة وكل طبقة والتانية بمادة التوريق دي. وبتظبطي انت الصينية بقى، لو يعني الجلاشة كبيرة عن الصينية اللي انت بتعملي فيها، بتتنيها من حتة وترجعي تتنيها من حتة تاني زي ما هتشوفي، بحيث ان ما يكونش فيه حتة عالية وحتة واطية، يعني حتة رقيقة وحتة تخينة. زي ما انت شايفة هنا تنيت من القبل اهوت ودهنت. التانية بقى الجلاشة التانية هتنيها العكس، شفتي؟ ايوه تنتها من الناحية التانية. تمام، وتدهني بحيث ان الصينية بتاعتك تكون مظبوطة، مفيش فيها حتة رقيقة ولا حتة تخينة اهوت. هتني العكس زي ما انت شايفة كده. حطيت كمان كل الطبقات. اخر طبقة مش هدهنها عشان انا هقسم الجلاش نصين طبعا، هحط نص تحت والنص التاني فوق اهوت، لان اللحمة اساسا فيها دهون، فما تشهدهن الطبقة اللي هيتحط عليها اللحمة زي ما انتوا شايفين. تمام كده. هفرد اللحمة كويس ومش هجيبها على الحروف عشان ما تتحرقش وتطلع ريحة في الفرن مش كويسة، وبعدين نفتكر ان الجلاش استوى هو اساسا بيبقى ني. لا، مش هجيبها على الحروف كده. وبعد كده هبتدي بقى ارص بقية طبقات الجلاش زي ما انتوا شايفين. برضو هظبط يعني تلات من الجهة دي. تمام، هدهن بقى بالزبدة على السمنة زي ما انتوا شايفين، وارجع احط الورقة واتني العكس اهوت. اي حاجة مقطوعة حطيها في النص زي ما هتشوفي دلوقتي. يعني ديت اهيت مش يعني مقطوعة حطيتها اهوت، ويبقى فيه ورق برضو متقطع. ظبطي انت بقى اهوت زي ما انت شايفة، بحيث الصينية تبقى مظبوطة، مفيش فيها حتة عالية وحتة واطية او حتة رقيقة او حتة تخينة. تمام، زي ما انت شايفة كده. وتدهني وتهتمي بالحروف، عشان احنا ساعات بننسى الحروف، ما بندهنهاش كويس، فبتبقى معجنة ومبتبقاش مورقة وكويسة. هقولك بقى على تركة دلوقتي هتخلي الفطير شوفوا بقول عليه فطير، الجلاش بتاعك مورق جدا جدا وهينفش في الفرن زي الفطير المشلتت بالظبط.
بس كملي معايا الفيديو للاخر. لو وصلت لغايه هنا من الفيديو يا ريت تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناه وتحطي تعليق حلو منك عشان افرح بتعليقك واعمل لك كل يوم وصفه جديده. اخر طبقه بقى انا مش هدهنها وهتكون يعني ايه، قصدي اخر طبقه يعني هتبقى مسويه كده زي ما انتم شايفين، تبقى سليمه مش مقطوعه. تمام كده. ومش هدهنها غير لما اقطعها. هبتدي بقى اضغط على الحته اللي انا بقطعها كده عشان ما تطلعش مني والصينيه تبقى شكلها مش كويس اهوت بصوابعي كده. تمام. وتقطعي بسكينه تكون حاميه اهوت وتنزلي وتسحبي لتحت، ما تقعديش تطلعي وتنزلي بالسكينه عشان الخرطه ما تتبهدلش منك. تقطعي بقى مربعات زي ما انت عايزه، التقطع دي حسب راحتك انت. في الوقت ده انا كنت بكون مسخنه الفرن على اعلى درجه حراره. تمام. وهحط الجلاش فيها على الرف الوسطاني ومش هولع من فوق، هولع من تحت بس. وهدخله الفرن ياخد تشميعة كده وياخد لون، وبعد كده هخرجه هسقيه بالتشريبة اللي انا هقولكوا عليها دلوقتي. دي التركة بقى، يعني ما تسقيش وتدخلي الفرن، لا دخليه الفرن الاول ياخد معاكي تشميعة كده كويسة. تمام. هتلاقيه ورق كده ونفش من بعضه بسبب المادة الدهنية اللي بين الطبقات. واما تسقيه بقى هتلاقيه عامل زي الفطير المشلتت بالظبط. هتشوفي معايا دلوقتي انا بقى والصورة هتوضح لك. تمام كده. يلا صلي على النبي واذكري الله وقولي لا اله الا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ابتدي بقى ادهن الطبقات بعد ما قطعته كده. لو كنت دهنته قبل ما اقطعه كان هيتبهدل ومش هيبقى شكله حلو ومنظم زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما قطعته ببتدي ادهنه عشان ياخد لون حلو من وشه بسبب المادة الدهنية اللي انا حطيتها دي اللي هي السمنة على الزبدة. هدخله الفرن بقى ياخد تشميعة وهنخرجه نسقيه بالتشريبة بتاعته. تمام. انا بقول لكم ان انا ادخله الفرن. دخلته الفرن دلوقتي على درجة حرارة 220، اعلى درجة حرارة في الفرن حطيها. تمام. ولعها من تحت بس على الرف الاوسط. معايا هنا بيضتين. تمام. حطيت عليهم شعرة ملح وشعرة فلفل اسود وهربهم كويس قوي قوي قبل ما احط عليهم الحليب، عشان لو حطيت عليهم الحليب من غير ما تربيهم هيكلكعوا وهتفضلي تقلبي كتير كتير. لا انا هربهم معاكم دلوقتي واحلهم زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هحط عليهم كوبايه وربع من الحليب. هتلاقيه بسهوله خالص دف في الحليب. لا حول ولا قوه الا بالله. اهوت. حطيت لايك ولا نسيت؟ يلا انزلي حط لايك عشان الفيديو اترفع واعملي اشتراك في قناتي. شايفه اهوت. تقلبيه ده في سهوله. دي بقى كانت الصينيه خدت تشميعه زي ما انتوا شايفين وخدت لون خفيف من فوق كده. وشوفوا الطبقات ورقت ازاي من بعضها. ليه؟ لاننا دهنين بين الطبقات فخدت تشميعة نفشت كده زي الفطير المشلتت بالظبط. التركة دي هتطلع معاكي الجلاش ناجح 100%، وكل اللي هيدوقه من ايدك هيقولك ايه الجمال ده. اهوت. شوفوا شربت اساسا التشريبة بتاعتها ازاي. هنبتدي بقى نوزعها كده. الحاجات السودا دي فلفل اسود، مش حاجة مش كويسة يعني. تمام. اهوت. هنوزعه كده وندخله الفرن تاني هيحمر. ولو ما خدش يحمر من فوق وتحت، ولو ما حمرش من فوق ولع على الشوايه دقيقتين بس. بس انا ما يعني ما شاء الله هو خد لون مع نفسه. شايفين الجمال؟ شايفين مورق ازاي؟ وكان قبل في الفرن زي العيش او الفطير المشلتت بالظبط. يلا حبيبتي قومي جربيه هتحبيه جدا وهيبقى طعمه لذيذ. شايفين؟ وكان مقرمش وجميل اهو. شايفين التوريقه وهو طالع من الفرن انا مش قادره امسكه او عامل زي الفطير بالظبط. يلا حبيبتي قومي اتنشطي واعمليه. ولو عجبك الفطير حط لايك. مع السلامة.